السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم سالمين، إن شاء الله العيد الجاي تكونوا بصحة وسلامة. أنا عندي هون الفستان، التنورة من طبقتين، تنورة عادية وفوقيها قطعة هيك يعني التفاف، يعني من فوق هيك مستقيمة، بعدين تنزل على شكل التفاف لتحت، ومركب لها حلزون. أنا عندي هون يعني المقاس، دائما أنا بشتغل على 40-38. طول الصدر 42. هو صاير كروازي، كروازي بس بدون كسرات. وعندي هون كمان في مثل المرد من الجنبين، أنا هون عم برسمه وعم بشف، باخذ كوبي عنه وبشف. في طريقة ثانية إنه بنقص القماش وبورب، بس أنا يعني بشتغل كل إشي هيك يعني مشان يكون واضح، لأنه أنا ما راح أقص على القماش. باخذ القطعة برسمها على البترون وبنسخها على قطعة على ورق شفاف، وباخذ المسافة تقريبا، يعني أنا الصراحة يعني بالنظر باخذ بالفستان تقريبا 5 سنتي من 6 سنتي، تكون هي يعني على مثني. وشوفوا أسعى للأخير. وأنا عملت بنسة الأمامية وبنسة الجنب كمان، بس يعني إذا بدكم بتحطون على يعني أنا اشتغلت تم الجنب والأمامية، وحسب انتوا ايش شغالين على البترون شغالين عليه. يعني اكيد انا يعني ما راح اشرح لكم البترون من بدايته، بياخذ الفيديو معي يعني وقت كثير. هنا باخذ، شايفين اخذت ارتفعت من 1.5 سنتي، من 2 انا حاط من الامام ومن الجنب برتفع 2 سنتي، واخذت 1.5 سنتي او 1 سنتي، شايفين من الامام بنس صغيرة هيك صغيرة، لأنه القماش بيطيح هيك على الجسم بينزل، لازم يكون في بنسة من الأمام لقصة الدرابة. والقصة طلعت فيها تقريبا 20 سنتي. بيبين آخر شي، أنا مش كاتبة، بس 20 طلعت. وهنا قصينا، شايفين أنا كاتبة 1 بس هو 2 من الأمام ومن الجنب حذفت بالصدر. يعني هون بنطلع بالتنورة بنحط توسعة كمان 15-20 سنتي، حسب يعني الرغبة، حسب يعني انتوا ايش بدكم، يعني يكون واسع من تحت، يكون وسط. هاي هون بنرتفع كمان من الجنب، دائما لازم نرتفع من 4-3 سنتي. هون أنا قصتها اللي رسمتها خلص، أنا أخذت كوبي عنها. هون أنا صرفت البنس اللي من الأمام. احنا دائما البنسة بنفتحها على الورق، يعني هذا الكلام للمبتدئين. أما بس بنقصها على الورق، أما ما بنقصها على القماش. في يعني حسب نوع القماش بتنقص، عشان هيك يعني حسب أنواع القماش. بعض الأحيان لما يكون القماش فيه بطانة بنقصها بنسى على القماش. شايفين هنا عندي التفاف التنورة من قطعتين، أسا بتشوفوا كيف مع حلزون. هو حلو يعني، بتشوفوا الموديل، يعني موديل السنة. وطلبت أخت من الأخوات تواصلت معي وقالت لي يعني هي مبتدئة.
أنا المشكلة بس أنزل الفيديو والله بياخذ وقت معي حتى يحمل حسب يعني النت. يا ريت تشوفوا الفيديو يا بنات للأخير، وشكرا لتفاعلكم. يلي دخلوا جديد كمان شكرا إلكم. هون أنا بعمل الالتفاف المناسب، يعني كمان هيك يعني بشوف إنه مثلا التفاف يعني بضل إني أتأكد من الكيرف تبع إنه مضبوط شغلي وكذا. هنا طلع شكله حلو. أنا هون كمان بفوت للحلزون. الحلزون في طريقتين إلها. في طريقة إنه هيك نعمل دائرة مربع ونعمل هيك دائرة، بس هاي أسهل وأسرع. يعني كمان كله بياخذ شغل الصراحة، بس يعني ما بعرف، أنا بحب هاي الطريقة. إن شاء الله بنزلكم الطريقة الثانية كيف هون مسافة الحلزون من 10 ل 15 سنتي، يعني ما بدها تكون إنها هي يعني كبيرة، لأنه شوفوا هون كمان نفس الإشي بشفها وباخذها بشف بقص. شايفين قصيت هاي القطعة وراح أعمل لها توسعة. هسه بيبين بالفيديو لآخره بتشوفوا كيف. هنا أنا بعمل خطوط للتفتيح، لأنه صراحة يعني بدي يكون المسافة تبعت التفتيح بنقيس إحنا بنقيس مثلا كم طول التنورة من بداية الخصر لتحت الالتفاف. وهي لا احنا خدنا كوبي عنها يعني، بس احنا بنعمل تفتيحات بنخلي لكل تفتيحة من 2 ل3 ل4، لا 3 4، لا يعني مخليها 3 سنتي لكل. شوفوا كيف أنا هسه بيبين بآخر الفيديو كيف التفتيحات راح تكون. هي اتغلبت فيها الصراحة التفتيحات هاي، لأنه على مصغر يعني كثير أخذ وقت معاي، يعني تقريبا والله يعني في تعب بالباترونات المصغرة، بس ما شاء الله طلع روعة. يعني بتشوفوا آخر الفيديو أنا صورت الورق كله يعني على شكل فستان. سكرت البنس وركبته مع بعض. شوفوا هون كيف التفتيحات. حتى الطريقة هاي أخذت معي وقت، يعني كيف بدي أحطه بالنص. حكيت له والله لو يعني عملت الطريقة الدائرية أسرع وأفضل، يعني ما بتاخذ وقت. بس أنا هاي الطريقة دائما يعني بشتغلها للفساتين. هاي هون انتهت بعد جهد طويل، لأنه صار الورق زبدة، وأنا هيك أعمل التفاف بالحلزون يتقطع معاي الورق، أرد أركبه شغلة. بس بالأخير يعني إن شاء الله يعني تستفيدوا. هاي هون انتهينا. شايفين هاي هون الصدر كروازي. أنا سكرت البنس مشان يعطيك شكل حلو. وهاي المرد كمان. المرد أنا خليت بيتركب من الأمام لعند الياقة الخلفية، يعني طلعت كم مثلا الياقة الخلفية مثلا 7، برتفع 7، 8 برتفع 8 للخلف.
هنا صارت عندنا التنورة من طبقتين، ونركبنا الصدر وانتهى. يعني هاي هو نهاية الفيديو، إن شاء الله تستفيدوا يا رب.